بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والنهاردة كده يوم المرمطة، اللي عايز يتمرمط يتفرج على الفيديو. النهاردة كان يوم يعني بادئ بإيه؟ بالكهرباء قطعة، ويعني الكهرباء قطعة يعني مفيش مية مفيش شغل مفيش أي حاجة. بس أنا حولت اليوم ده ليوم يعني إيه كله نشاط وحيوية كده، وإيه عيش وانتعش معانا النهاردة. وهتشوفوا معايا في الفيديو إيه اللي حصل والحكاية إيه كلها هتشوفوها بتفاصيلها. بس يا ريت لو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت ما تنسيش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعملي لايك للفيديو وتشتركي لو ما كنت اشتركتيش. ويلا نسمي الله وهقولكوا على محتوى الفيديو كله وأنا كنت بعمل إيه في أول الفيديو. يلا هقول وكده انا كنت بجهز ايه حاجات المحشي كده. انا بحب عشان المحشي ما ياخدش معايا وقت، بحب اجهز حاجته من بدري كده. فاليوم ده كنت جاي من الصبح كده، وكنت ايه يعني لقيت الكهرباء قاطعه وما فيش ميه وكده، قلت لا ما ينفعش، لازم اليوم انا كنت ناويه اعمل ايه، لا لازم اقوم اعمله. يعني لو صحيت ولقيت المطبخ متكركب ما تزعليش، خش بنشاط كده وسمي واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وهتلاقي كل عقده قدامك انحلت. وهنا في اليوم ده لما الكهرباء قطعت كده فقلت اعمل ايه، مع ان المطبخ متكركب والمواعين كل المطبخ كان يعني انتوا شايفينه نظيف اهوت، بس كان كله مواعين. فروحت لما المواعين دي كلها كده، والصبح بعد ما خلصت يعني ايه اكل الطير والحاجات ديت كلها، فخدت المواعين كلها غسلتها ايه. كنا مدورين في اليوم ده على الارض، فخدت المواعين كلها لميتها اللي في المطبخ. ولما المواعين تلتم اعتبر المطبخ ايه نضف. يعني ما تزعليش لو لقيت المواعين متكركبه، لو لقيتي في زباله كتير، الاولاد مبهدلين الدنيا، والله دي كله خير خير، وربنا ما يحرمك ولا يحرمنا ولا يحرم حد من اولاده يا رب، ويهديهم رب العالمين. خدتهم كده، وبما ان انا بروح يعني اغسل مواعين على المكنه، فزياد ايه متعود في الصيف ان رحت انا على المكنه لازم يستحم. فقلت يلا مش مشكله، هو ايه يوم فسحه له بالنسبه له، يعني يوم بيكون ايه حلو كده، لان انا بوعده اما اروح هو هيستحم لكن ما نزلش لوحده خالص. وهنا هوت يعني انا بحب دايما اغسل الخضره وبعدين اخرطها ما بسيبهاش، والحاجات الباقيه منها ديت بحب احطها فين؟ تحت المحشي ورق العنب. ورق العنب يا ولاد زي ما انتوا شايفينه كده، هو ده ورق العنب. اصل في ناس شككت فيه كتير وقالت ورق العنب ده مش يعني بيبقى مغشوش. لا ورق العنب والله ما بيبقى مغشوش، هو بيبقى فيه عنب احمر وعنب اخضر. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هعمل لكم فيديو، هو كان طلب مني يعني من زمان وانا ما عملتوش، بس ان شاء الله هعمل فيديو يعني ايه عن ورق العنب وورق التوت، وهنخزنه مع بعض بامر الله. الفيديو اللي جاي انتظروني ان شاء الله، هعمله يعني فيديو ايه وجولة في الغيط كده ان شاء الله. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وهنا يعني ايه والعروق بتاعته اللي هي العصي بتاعته دي ما برميهاش برضو، بتحطيها تحت ورق العنب وانت بتحشيه، بيديله طعم ومزازة، ومع عصرة ليمون كمان يعني مع الشوربة وانت بتسقي المحشي ورق العنب بيديله طعم يعني، وطعم حلو كده بيخليه حنت يعني، وطعم مذاقه حلو كده ورق العنب. لكن ورق التوت هو معروف، وورق الفراولة معروف، كل ورقة معروفة يعني إلهم شكل تاني خالص، صعب ان هم يختلطوا بورق العنب. شايفين ورقة العنب معروفة هي إلها 3 تقسيمات ان شاء الله، يعني ايه مش هستعجل هوريها لكم بأمر الله في الفيديو اللي جاي. وهعملكم يعني ايه هصور لكم شجرة التوت نفسها ان شاء الله. بس يا ريت اللي ما عملش لايك للفيديو ينزل يعمله. واللهم صل على سيدنا النبي. بما ان اليوم النهارده كان بادئ يعني بايه بكآبة كده، فانا قدرت احوله، بس كان يوم جميل وممتع، وكان الجو حلو يعني، وكان ايه مشمس كده بس كان طروه وكان حلو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ويعني المحشي غالبا لما تحبيه ما ياخدش معاكي وقت، دايما اصحي بدري كده وجهزي حاجته من بدري. لما تجهزي حاجة المحشي من بدري ما باخدش معاكي وقت خالص. في اصل في الناس بتقول المحشي لا ده باخد معانا اليوم كامل، لا باخد وقت طويل، والله هو ما صعب ولا حاجة. وهنا الزفر بحطه يعني البطة بولع عليها وبحطها كده تتشرب، يعني التسل اللي فيها كده بتنزل كل الدهون اللي فيها، وبحط عليها دايما ايه مية سخنة عشان تستوي بسرعة. وهنا بسرعة بسرعة كده يعني ايه نعمل خلطة المحشي عشان نحشي، عشان خلاص كنا دخلنا على الظهر كده، والولاد جاعوا، وكانوا ايه كان كل واحد كانوا في امتحاناتهم، يعني اللي وراه امتحان واللي لسه ما امتحنش، وكل واحد رايح درس واحد جاي من درس كده. فكان ايه بحب اخلص حاجتي عشان يجوا يلاقوا الاكل جاهز. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ربنا ينجحهم اجمعين يا رب، ويصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين اجمعين.
وانتوا وحشتوني خالص خالص من الفيديوهات اللي فاتت من زمان. انا من زمان ما سجلت، بس يعني مش سجلت فيديوهات، بس ان شاء الله الفترة اللي جاية هحاول انزل واستعيد النشاط من تاني. انا والله يعني ايه الفترة اللي فاتت كسلت كده، بس ان شاء الله هرجع معاكم من جديد. يا ريت تتابعوني دايما، وما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة. وان شاء الله هعمل لكم يعني ايه فيديوهات ريفية كده كتيرة زي اللي انا كنت بعملها. وما تنسوش تشجعوني، بما ان انا ما سجلتش من زمان، حاسه ان انا بتلخبط في الفيديو كده. بس ان شاء الله هحاول انتظم معاكم، وهكمل باقي فيديوهاتي ان شاء الله في الفتره اللي جايه كده، عشان خلاص انا يعني ايه القناه حسيت ان هي نامت كده من قله تسجيلي وتنزيل فيديوهات. بس ان شاء الله هستعيد النشاط من تاني. وانا هنا كده وانا بسقي المحشي بحب دايما اضيف معلقه من القشطه الفلاحي، عشان خاطر بتعمل ايه، بتدي طعم حلو كده للمحشي. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون بسيط كده ويكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. هسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه، لان الفيديو خلاص كده دخل على اخره. ويا ريت ما تنسونيش دايما من خالص دعواتكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.